الجو الجميل اللي إحنا فيه ده يعني بيقول لنا على طول نعمل عدس، وما فيش أجمل من العدس اللي إحنا عملناه علشان يتعمل في الجو ده. يالّا بينا بسرعة نشوف بيتعمل إزاي. معانا أقل من نُص كيلو من العدس تمام، على لتر من المَيّة السخنة. وبعد ما غسلنا العدس وحطيناه، حطينا بصلاية كبيرة، بطاطستين كبار، و2 جزر كبار، وكمان حطينا 2 من الطماطم. التوابل ملح وفلفل أسمر وكمان كمون. جبنا دلوقتي حلة وحطينا فيها بصلة صغيرة، وحطينا كمان بعد ما شوحناه شوية حطينا المكرونة الشعرية، وبعد ما اتحمروا مع بعض حطينا العدس بس يكون خفيف شوية، وحطينا ملح وفلفل أسمر وكمون، ولو حتة بسيطة من الكزبرة الناشفة بتدي طعم حلو جدًا. وكده خلاص هنجيب الجزء التاني من العدس. جبنا العدس وحطينا فيه ملح وفلفل أسمر وكمون، فلفل أسمر قليل جدًا، وجبنا وسيبناه بقى على جنب شوية. جبنا دلوقتي الطشة بتاعته، معلقة كبيرة من التوم، وتحطي طبعًا زيت أو سمنة أو زبدة زي ما أنتِ عايزة، وحطينا قرن فلفل من الحامي وطبعًا ده بيكون اختياري، ومعلقة كبيرة من الصلصة، وآخر حاجة 3 معالق من الخل. وبكده خلصت حلقتنا. طبعًا حطينا العيش الناشف وزي ما إحنا شايفين. وبكده خلصت وصفتنا. يا رب تكون عجبتكم، ونتقابل إن شاء الله في وصفة جديدة في أكل بمزاج مع توتة.